بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيت درس رقم 43 من دروس شرح موطأ الإمام مالك رحمه الله. وصلنا إلى الحديث رقم 174 في الباب. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون. ذا شر نفهم سي الحديث هكي عليه الصلاة والسلام ذي الجامع المدينة، جامع المسجد النبوي، يفغد ورصا سمذانا وهم يصلون، يفاثني ذات ظلان وهم في حالة الصلاة، الظلان وهم يصلون. وكاين رواية أخرى في رمضان، يعني يصلون في رمضان. هذه رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، في خرج هذه الرواية أبو داود في سننه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون، يفغد يفاثني ذات ظلان أي غادي يفغ، وقد علت أصواتهم بالقراءة، يعني أتظلان رفذن الصوات الصوت نسن ثمسل تاكيث مثلا ساعة مازال ذا مقران ذي الطاعة ذي العبادة زر كان يثمثل ميلا كان يساديون، يعني متأخر، جاء متأخرا، يعني في صلاة الجماعة الإمام بعد ما يسلم يعني ينهض أولئك من أجل ترقيع صلواتهم، يعني بشد لقضاء ما فاتهم. وقد بينا هذه الأحكام فيما سبق بالتفصيل، بيناها في مجلس من مجالسنا السابقة. مبلا الشك وقاذ ندوسان كني متخلفين متأخرين كل شيء يقار، ويقرأ سورة البقرة وذي الكهف وذي العمران وذي سورة الإخلاص، يعني بلا شك والصوظر الخشوعني الكمالا شاف قارض وإلى الجارح يقار انسى الصوت شين الصوت، وربما الشياقي أكي يجعل هذيك سنقصي الخشوعينك نغذي التركيزينك باش أتفهم ذا شو دقارض وكي نزراث ياكو. لذلك وما أدرك لو كان ماشي ذي ثقي كان نتصوروا مثلا ديال رمضان نقيم ذا نقرأ القرآن كل مشي زالي وحدث نغزال جماعات الصوت عليهم وقي مبلا الشك يؤذي الآخرين. الحديث يسد في هذا الباب. ايش يسمى النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقد علت أصواتهم بالقراءة، علت أصواتهم يعني الصوت نسن علي رفذن الصوات نسن. فقال باش يسمى النبي عليه الصلاة والسلام: إن المصلي يناجي ربه. أمظلوا الثاني يجري اسم ربي يتمسليا كذا ربي سبحانه عز وجل. إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به. وبعدين مدينة فلينظر ذاكي دعوة صريحة للخشوع باش بنادم إلى قد يعيش، وهذا عامل من عوامل تحقيق الخشوع. ربي قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع روح الصلاة. لذلك من دواعي الخشوع التركيز على ما تقرأ، حضور القلب، الاجتهاد في فهم معاني الآيات ومقاصد الآيات. هذا يدعو إلى تحقيق الخشوع. يقول باش هذا يخشع ما إليه يهضر كان السمحيي يقارد كان سيلسيس، ولكن أوليس يغاب. اللسان يقرأ ولكن القلب ماهوش حاضر، غائب. ما أين يكون خشوع؟ حتى اسمحوا لي، حتى في الحديث بين الناس
لو كان واحد ما يركزش معاك ما يفهمكش، أليس كذلك؟ تكلم مع إنسان وبعدين هو ربما سارح، عقله راح في جهة أخرى، ممكن عنده إجابات ستوندار كيجيبك، فقد كان باش كانك تكمل وتعقوض، ولكن مي تسقسى تفض وكي في مرة نغي تراجو من المفكر باش غادي يهضر يبغى غادي يجزم وال خي يمكن قرا يقول ما يجزم اولي واضح كي يجزم غير وال استامنت يجزم غير وال استامنت من بعد والى وايض خاطب شي يجزم راه وال يتراجو كان من ما تكفوك ضوال باش انسى غادي يهضر صافي. اذن لم يكن حاضرا معك فلا يفهمك. وهذا الأمر بين الناس، وما أدراك إذا تعلق الأمر بالصلاة، والصلاة صلة بين العبد وربه، وربي ناد إن المصلي يناجي ربه. بعد هذا التقديم فلينظر بما يناجيه به، بما تناجي فلينظر، وهذا النظر كما قال الشراح من دلالته ومن مقاصد هذه اللفظة باش الإنسان ينتبه ويركز ويحضر قلبه وعقله ويحقق خشوعه، لأنه يناجي ربه، يهدر كذا ربي سبحانه عز وجل. وبعدين شو دينا؟ ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، يعني بعد ذكر لنا ما يصرفنا عن هذا المقصد وهو الجهر بالقراءة. الجهر بالقراءة يصرفنا عن تحقيق هذا المقصد، بل ويصرفنا حتى عن الخشوع إذا كان تقرأ بالصوت وغيرك يقرأ بالصوت، وهذا يؤذي هذا وهذا يعني يشوش على هذا. ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. وطبعا قرأ كاع الأحاديث اللي في الباب باش تتجلى الصورة. ستسمعون بعد حين حديثا وإن عمر بن الخطاب كان يقرأ ويسمعه من في بلاط يعني مكان بعيد في المدينة، ويسمع صوته كي يقرأ وحده يقرأ. والصوت والجهر بالقراءة أحيانا أدعى للخشوع، أليس كذلك؟ شو بركي تصلي وحدك في الدار، تصلي تحب ترفع صوتك تسمع لروحك مليح، وهذا يعني أدعى للخشوع. وممكن أحيانا تقول لا، حينما تقرأ بصوت مرتفع قليلا بما تسمع به نفسك بهذه ذلك أدخل الخشوع. يختلف من حال إلى حال. لو الإمام وهو يقرأ اليوم صلاة الجمعة هل يمكن أن يقرأ بصوت خافت؟ لا، يقرأ بالصوت، لا في الخطبتين يجهر وفي الصلاة أيضا يجهر بالصوت يسمع، وهذا أقوى وأشد وأدعى لحضور القلوب، لاستمالة قلوب المأمومين لفهم المقاصد القرآن وتحقيق الخشوع. ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. ابن عبد البر صاحب التمهيد، صاحب الاستذكار، صاحب الكتب القيمة، هذا القرطبي المالكي، قطب من أقطاب المالكية، وش قال؟ وإذا نهى المسلم عن أذى المسلم، يعني في عمل البر وتلاوة القرآن معلقا على الحديث، فإيذاؤه في غير ذلك أشد تحريما. شوف الاستنباط الذكي. ابن عبد البر اش يدهنا يقرا مادام النبي صلى الله عليه وسلم يقرا تساذيه راه ما كينسلم والو كان في القرآن، في القرآن وتساذيه راه يحسبيه الذلاذه يرنذ القرآن. أنا نقول هالكلام باش ما تكونش ربما بعض أخطائنا نؤذي الناس ونزايد عليهم. يعني ممكن واحد في الباطمة، هو يسكن في الباطمة ويدير بوست كاسيت ولا تلفزيون يسمع القرآن للطرف 12 تاع الليل، ولا يجيني الجيران كي يقولوا للجيران علاش راك تأذينا، يقول صافي نتوما ما تحبوش القرآن،
ولا لا يعني نقول ممكن، مانيش نقول حصل، ممكن أقول هذا الكلام لأنه قد يقع، ونقول لكم وقد وقع. يعني لماذا يعني سمحوا لي نخليو الناس ينظروا إلى القرآن وإلينا بنظرة شوية برك، شغل استخدمنا كلمة ربي باش نأليوه. وأحيانا هذاك الإنسان لا يشتكي يكتم غيظه، يقول لك مادام كلام ربي واش حبيت نصبر حتى يطفيه وخلاص. علاه خويا تخليه هكذا؟ علاه؟ معنا يا جماعة الخير أي غار. ودائما نقول إخواني الكرام، هذا السفر الكبير المهم، هذا الديوان، ديوان الإمام الموطأ، الإمام مالك الموطأ، راه كتاب فقه وكتاب حديث، كتاب تربية في الوقت نفسه. لذلك واش قال ابن عبد البر؟ سمعت الكلام، قال لك إذا ورد النهي وإذا نهى المسلم عن أذى المسلم إنك في عمل البر وتلاوة القرآن، الصلاة عماد الدين من البر، وكذلك تلاوة القرآن، فإيذاؤه في غير ذلك أشد تحريما. الله يرضى عليك يا ابن عبد البر، لأنه هذا هو الحد الأدنى الذي يجب أن يربط به المسلمين. هذا هو الحد الأدنى، الحد الأدنى اللي لازم يكون بين المسلمين، أليس كذلك؟ تصوروا معي برك العائلات، الأقارب والجيران والمسلمين كامل، لو كان ربي إن شاء الله يوفقنا نوصلوا إلى هذا المستوى، تحقيق هذا المستوى، منع الأذى عن الناس بجميع صوره وأشكاله، ألا يكون ذلك سببا رئيسا في تحقيق الانسجام والتعايش والسلم بين الناس؟ الجواب بلى. لو كان مذانا لكون يسلمن انا وضريوس درجه ولاش لا سينا قارن زيكنا ونون الزميره الذي يخدم الخير وري يخدم انا وايض وين نظن بلا ما نخدت وري الزميره اللي يخدم الخير باين. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام كي قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، يعني صمته خير. إذا يقول خيرا الله يبارك. نقول هذا الكلام وكأنني أريد أن أقول سادتي الأفاضل أننا نحتاج إلى الارتقاء إلى المستوى المطلوب في شرع الله، في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب الله العزيز. وهذا كلام ابن عبد البر. وفي رواية لأبي سعيد الخدري وقد أشرت إليها قبل حين، وفي رواية لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرج أبو داود عنه قال اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. لذلك قلت لكم سادتي بالرواية تاع البياضي، هذه الرواية اللي ذكرها الإمام مالك، ما قالش في رمضان ولا في غير رمضان، ودينارا ما في رمضان ماشي في رمضان. لذلك من القواعد المنهجية المهمة في هذا الموضوع لازم نجمعوا كاع النصوص المتعلقة بالموضوع نفسه لتتجلى لنا الأمور، لتتضح. لازم تجميع النصوص، يعني أما ذي القرآن أما ذي السنة، هذا هو ذاك التكست، هذا هو ذاك النصوص باش تبان تمثال. حتى الحديث قال الإمام مالك ودينارا النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان خاطئ. إذا كان يفقد في السن الجامع فوثين ذات الظلان رفض الأصوات السن. ولكن دي الرواية قيل في السنة رواية أبي سعيد الخدري عند الإمام أبي داود إن اعتكف صافي النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، يسلايا السن رفضن الصوات السن ديال القرايه القران. وقال شو سنينا
ألا إن كلكم يناجي ربه. سبحان، شوف الأدب النبوي، هذا الإرشاد الدقيق. ما يلزمش واحد يعني تطغى عليه أنانيته، المهم هو، أليس كذلك؟ يعني اسمحوا لي، ممكن حنا نصليو هكذا في 5 ولا في 6، واحد منا يرفع صوته مليح، يقول لك أنا خويا باش نخشع لازم نباطي كاع الصوت نتاعكم كامل. علاه خويا؟ وطبعا الأنا حينما تنتفخ في الإنسان تدمره وتدمر غيره. الأنا في كل شيء، حتى في الطريق لي زاكسيدون، السبب الرئيس لي زاكسيدون هو الأنا. أكبر سبب لحوادث المرور هو الأنا. أنا نفوت، أنا نجري، أنا ندبلي، أنا نوصل، أنا خلاص. كي قرض كاين كل شيء. لكن يمكن أتصور الآن، أتصور الأقارب، وأتصور الجيران، وأتصور المجتمع، وأتصور المساجد، وأتصور مؤسسات التعليم والتكوين إلى آخره، وين كاين تجمعات الناس. لا بد أن نرقى إلى هذا المستوى، ليس بالأمر الهين، ولكن إذا كانت النية خالصة لله والله الأمر بسيط جدا. أما إذا كان النية ضعيفة صعب. يقول لك لا أنا، وطبعا أناجي حيثما ذكرت تعرفوا، قالها الشيطان، قال أنا خير منه. الشيطان هو اللي قال، زرع ما سنين ربات سجدني آدم سجود التكريم، كان سجد نكوني آدم، أنا خير منه إلى آخر الآية. فرعون ذا غير ناس كيف أنا ربكم الأعلى، هذا غير السر ربي، هذا غير السر. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن كلكم يناجي ربه. كيف نوناكم تناجي، يقرأكم ذاك يجري فاسنا ربي. فلا يؤذين بعضكم بعضا، يعني تمضروا ثرى ولا قردي في غلاذا سقيون ديوني وياض خاطئ ولا شلاذا. وبعدين ينادي يكمل ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. شوف الوضوح، واضح الحديث واضح. عودة مرة أخرى إلى ابن عبد البر، واش قال؟ حديث البياضي، إشارة إلى حديث الموطأ، وأبي سعيد الخدري، إشارة إلى حديث أبي داود، ثابتان صحيحان. هذا كلام ابن عبد البر، يسعده الغربال ويسوف غد النتيجة يجي إند حديثان إند ثابتان صحيحان. إذن هذا الحديث رقم 174. نروح الآن إلى الحديث رقم 175. وحدثني عن مالك عن حميد الطويل. طبعا هناك بعض الأوصاف تريد تشوف واحد الوضوح، واحد الدقة، واحد البساطة، عادي. نكوني في حياتنا تلقى واحد اسمه عنده محندا مقران، والآخر كيفاش يسميه محندا مزيان، لا محندا مشطوح، باش نميزو بين محمد مقران محندا مزيان. كاين هذه الأوصاف. هذا الطويل، هذا حميد، هذا هناك في الحقيقة روايتان. واحد الرواية تقول سمي بالطويل لطول يديه وصفي فاسنيس. كاين رواية أخرى تقول لا كاين جار نتاعو اسمه حميد قصير، وباش يميزوا بيناتهم يقول لك هذا حميد القصير، هذا حميد الطويل. عادي، ممكن الإمام مالك هذيك كل الوصفين، لكن عادي ما فيهاش إشكال، مادام هذا لا ينقص من قدر الإنسان، فقط لتمييزه عن غيره جاء هذا الوصف والسلام. طبعا قلت لكم لا أشرح هذه التراجم هؤلاء، نخليها في فرصة أخرى لأنهم سيتكررون إن شاء الله. حيث تكرروا سنترجم لهم إن شاء الله. عن أنس بن مالك أنه قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. ما شاهوا.
الظلام ديال الجوامع نكوني ثمورة الجزائر ما راه الظلم صلاة الجهرية مع كذا الإمام اسكو يقارض تكبيرة الإحرام ديال تكبيرة الإحرام بعد تكبيرة الإحرام هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين؟ يا أخي ما كنتش تسمعوا مباشرة نسمعوا الإمام يقول الحمد لله رب العالمين صح، ولكن ربما راكم تسمعوها في جهات أخرى تسمعوها تقرأ. إذن باش نشوفوا باللي الشيء اللي راه قائم في مجتمعنا له أصل في الدين في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الموطأ في هذا الديوان العظيم من دواوين الإسلام موطأ الإمام مالك. وفي رواية أخرى ماشي كان بوبكر الصديق لا وراء الراوي يقول لك صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وبعدين يقول لك فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. ولكن تقييد بالحديث رقم 175 أنس بن مالك شو دينا قال قمت وراء يعني الزول ذفير أبي بكر يعني الخليفة الأول بكر الصديق وعمر يعني عمر بن الخطاب الفاروق وعثمان بن عفان فكلهم أكملان كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. هكذا ارتحنا. طيب الإمام السيوطي ربي يرحمه واش قال؟ قال كثرت الأحاديث الواردة في البسملة إثباتا ونفيا. كان في خلدي أن أفصل في هذه المسألة باش نجيبوا مجموعة من الأحاديث كلها ونحكيوا عليها، ولكن يكفي هذا البيان. اكتفي بكلام الإمام السيوطي يلخص كل شيء. قال لك كثرت الأحاديث الواردة في البسملة إثباتا ونفيا. صافي كي نخرجوا النتيجة نقولوا هناك من يقرأها ولا يجهر بها، هادشي دي غير كوليس، وبعدين يبدأ الحمد لله رب العالمين. هناك من لا يقرأها أصلا كما سمعنا الحديث 175. هناك من يقرأها ويجهر بها. أكتفي بهذا. حديث رقم 176. وحدثني عن مالك اسمح لي كان الإمام السيوطي مازال نزيد نقول كلام واحد آخر قول الإمام السيوطي كي قال باللي كثرت الأحاديث الواردة في البسملة إثباتا ونفيا. هذا سمعته نكمل. وبعدين قال وكيل الأمرين صحيح. وكيل الأمرين صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قرأها وتركها وجهر بها وأخفاها إلى آخره. هذا كلام الإمام السيوطي. إذن فلا إنكار. الآن نفتح قوس أيضا كي تكون مسألة خلافية ذكرنا هذا مرارا ونذكره باستمرار إذا تقرر لتتسع صدورنا لما اتسعت له الشريعة فقط. فإذا كان صدر الشريعة يسع لماذا لا تتسع صدورنا؟ الإمام حسن البنا رحمه الله من أقواله اللطيفة الرائعة جدا، وقد استنبط هذه القاعدة من صاحب المنار محمد رشيد الرضا كي قال نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه.
تعمدت ذكر هذه القاعدة إن ورد إلي السؤال بهذه النقطة بالذات. يقول لك أي كيف يعني كيف؟ فقلت له كيف؟ أنا أقول أيضا كيف؟ مسألة خلافية، وش ندير بها؟ يلا ماذا تفعل؟ تلغي، ما عندكش بأي منطق تلغي وبأي حجة تلغي القول الآخر. هو سمعنا كل أحاديثه. حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود سمعتوه، وحديث البياضي عند الموطأ الإمام مالك سمعتوه، وابن عبد البر إنك حديثا صحيحا، حديثان ثابتان صحيحا. فرت المشكلة عادي. هذا يجوز وهذا يجوز السلام. والحمد لله، وهذه من رحمة الإسلام. من رحمة الإسلام يستوسع في الأخ، يستوسع في الأخ. هذه لو كان يعني يون كان عند دين يون ولا شي ساه تصلي المغرب 7 ركعات، المغرب 3 ركعات، تصليها في المسجد العتيق في تيزي وزو، ولا تصليها في المسجد الحرام بمكة المكرمة ولا المسجد النبوي في المدينة المنورة، عادي. هي القطعيات هي، ولكن المسائل اللي فيها يعني ساعة رحمة بنا، الحمد لله. علاش ما نحمدوش ربي كي تكون هكا رحمة؟ نحمد ربي ما دام هذا الأمر يصح. ممكن واحد منكم يغلط يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، من بعد عادي، أنت لم تخرج من الشريعة، يجوز. وإذا لم تقرأ به يجوز، وإذا غتفرع الله يبارك. غردني غولا قيث مثلا، لأنه ذي قاعدة ذهبية تخلينا نقول لا إنكار في مسائل الخلاف، لا إنكار في مسائل الخلاف. إذا اقتنعت برأي معين بعد البحث والنظر والتمحيص، الله يعينك يا أخويا، الله يعينك، ولكن لا تلزم به غيرك. شرحه بينه، قدم الأدلة تاعك والسلام. إذا كان غيرك مقتنع بالرأي الآخر لا تنكر عليه. وهذا اللي يحقق التعايش أيضا، يعني لأنه ما كاينش حاجة فوتوكوبي كاع الناس، ما كاينش فوتوكوبي. اللي عنده ولاده في الدار وماشي فوتوكوبي، تلقى كل واحد كيفاه، ولكن استوعبهم، احتويهم بما استطعت إلى ذلك السبيل. وكذلك في المسائل تاع الشريعة وكذا، باش نقول سادة الأفاضل، لكي لا تكون هذه المسائل الفقهية الخلافية مدعاة للخلاف بين المسلمين. كفانا إن شاء الله ربي يحفظكم ويحفظنا جميعا، وإن شاء الله نعقل ذات مثل. كل مرة نقول إن شاء الله يا ربي كل منا يدرك هذه. عندنا حياة قصيرة نحاول نتعاونوا عليها ونروحوا إلى الآخرة. والله غير يوم القيامة غير واحد منا يقول سبحان وش داني ريحت 27 سنة وأنا نبقى غير في الجدال وفي النقاش والمشاكل والعياط والزقاو. علاه خويا علاه؟ وفي الدين نقول هذا الكلام خاصة الآن ضربنا في الانترنت والدنيا مفتوحة كاع، سبحان الله، من كل حاجة ثم تعرف إلى آخر. اليوم في الحالات اللي استقبلتها اليوم، استقبلت أكثر من 40 حالة، كاين مسائل فقهية ومسائل خلافية، عادي ما كاش مشكل. واحد الشخص يقول لك أنا سمعت كذا، هذا يجوز، وانت واش تقول؟ نقول انا نقول راي اخر، ولكن هذا يجوز هذا يجوز، عادي. السلام عليكم. كما في المثال ذاك التقريبي، نقول واحد يروح لمدينه معينه عندها 3 طرقان يوصلوا كاع، اين الاشكال؟ صوضناك، وليش الاشكال؟ ما دام الصواب ماشي اشكال. لذلك قلت هذا الكلام سادتي الافاضل تعليقا على ما قاله الامام السيوطي رحمه الله. الان الحديث رقم 176. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك. هذا نطرح السؤال الآن، معلش، وإن قلت لكم ما نديروش الترجمة ولكن نطرح السؤال. شكون هذا عمه هذا ابن مالك وبعدين عن عمه بن مالك؟ كيفاش تجي يعني؟ شكون اللي يعرف هذه المسألة يقولها يعني؟ نعاونكم شوية. جد الإمام مالك واش يكون وعمه واش يكون؟ تفضلوا، ماذا تعرفون عن هذا الأمر؟
والله هذه المسألة فيها بزاف تفاصيل لازم نقولها باش نشوف الشجرة الطيبة ماذا أثمرت. وحدثني عن مالك الإمام مالك سمي على جدو. يعني المسألة ما حبيتش نبداها باش تاخذ وقت طويل، ولكن مادام قلت ما نديروش على الترجمة نخليوها فرصة أخرى إن شاء الله. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك، باش نفهموا بلي هذا وجدوا الإمام مالك، عن أبيه يعني أب الإمام مالك، الأب والعم والجد، أنه قال: كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط، وهذا موضع في المدينة. علاش جاب الإمام مالك هذا الحديث؟ علاش يجيبه؟ شو باش تكتمل الصورة في الحديث اللي ذكرناه، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة ما باش ما يرفعوش صوتهم، باش ما يكونش هناك أذى، وقد شرحناه وعلقنا عليه. وهنا الحديث اللي رقم 176: كنا نسمع صافي بالبلاط، مكان بعيد في المدينة، وطبعا في الليل صلوات الليل يعني صلوات الجهرية. قال كنا نسمع صوت عمر بن الخطاب، هاو ماشي غير الجيران اللي يسمعوا، هاو بعيد وسمعناه نسلا ياسين بعد الصوت عمر بن الخطاب. ديجا الصوت نتاعو اصلا صوت جهوري يعني يقوى، باش يقول الامام مالك بجواز رفع الصوت في التلاوة في الصلاة، يجوز. هذاك أدعى للخشوع أحيانا أشد وأقوى عادي، ولكن ما راحش يجيني في الناس داخل المسجد، ماشي هما يصلي وهو يصلي ويرفع صوته، لا، هذا سيلتزم بالهدي النبوي بيقين. ولكن يفكير ديال الحديث يقين عمر بن الخطاب باش هذا نفهم باللي يزمر الصوت بين يعني يقارن القرآن ذي الظليث الصوت يقوى يبغى يغرس الصوت عادي، ولكن ما إلا اللذا إلا خاص يسنقص، ما إلا اللذا يبثيت باش هذا نفهم نكوني باللي الأمر هاكي على الجواز يجوز. الحديث رقم 177: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر، يعني عبد الله يعني المقصود هاكي ذميس عمر بن الخطاب، إلا عبد الله بن عمرو وكي ذميس عمر بن العاص، ولكن مدينة عبد الله بن عمر معنيس ذميس عمر بن الخطاب، أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. تذكرون سادتي هذه المسألة ناقشناها فيما مضى بالتفصيل، يعني ما لا يمكن يساد فاتته ركعة ركعتين وذكرنا صلوات مثل المغرب مثل العصر ما كذا، وبعدين زرم بلا ما نعاود ذاك واش فدنا. الآن الحديث الأخير حديث رقم 178: وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني، يعني يشير إلي، فأفتح عليه ونحن نصلي. ذا يتمثل الحديث هذا شو المعنى ثورة يون ما يغرض القرآن يزمر ديتسو جل من لا ينسى، يون ذي غرض القرآن ممكن مأموم ممكن إمام، قد ينسى وهو مأموم وقد ينسى وهو إمام، إما يقرأ القرآن وبعدين ينسى
توصل واحد الآية وبعدين إما يتردد ينساها تماما أو يتردد كيف يقرأها، خاصة المتشابهات. الآيات المتشابهة القرآن بدو ضرتين عاسمانيه آية المواريث السدس ثلث ربع في كل شيء عرق الثمن الربع وربما لاحظتم يعني بعض الأخطاء يقع فيها الناس في هذه. والآيات اللي أعطيكم مثال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم كما تسكن تعبدون. متأكدين وين جاية هذه الآية؟ سورة ممتاز، هي سورة الأنبياء. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وش من الآية اللي تشبه لهذه؟ تفضل الشيخ حسن. فاتقوا. صافي. وش من الخلاف بين الآية الأولى والآية الثانية؟ ديجا أولا الواو الآية الأولى وين جات الآية هذه باش نكملوا؟ سورة المؤمنون. ما شاء الله. واش من الرقم؟ هذا الشيخ جاب الصورة وما جابش الرقم. رقم كاين نجاوب. الأولى سورة الأنبياء الآية 92، الثانية سورة المؤمنون الآية 52. شحال تعطي من هكذا؟ 9 ولا 8. طيب إذن الآية الأولى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. سورة الأنبياء رقم الآية 92. الآية الثانية وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. سورة المؤمنون الآية 52. الفرق بينهما الآية الأولى ما كاينش الواو ولاش الواو مباشرة إن. الآية الثانية يعني في سورة المؤمنون تبدا الواو. فهمت الفرق؟ إذن ذي النهاية نسنت الآية من سورة الأنبياء وأنا ربكم فاعبدون. الآية في سورة المؤمنون وأنا ربكم فاتقون. صافي. ممكن الإنسان كي يوصل هذه الآية غلط. ومازال حاجة أخرى إذا كان بورش ولا بحفص، إذا ولد السياق يقتضي باش دينا ربي سبحانه وأنا ربكم فاعبدون. وأنا ربكم فاعبدون. نرجع مثلا سورة الأنبياء الآية 25. لازم السياق يتكلم عن العبادة. لازم ربي قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قراءة نوحي وقراءة أخرى يوحى إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هكذا قال ربي سبحانه. باش ديني ربي سبحانه يمشقعا يدي الشقع ربي كان مالا بوند يون الأمر يجمع اثناك ذا شوث التوحيد معناه ولاش لا ترينيتي ولاش لا إني ظناك لا يون كان ربي قل والله أحد وما أرسلنا من قبلك سيقارن بها الصلاة والسلام في القرآن يكو قاذي دي الشقع ربي قفلي ينايسن ربي يون فاعبدون باش تنعبد يون. إذن ذا ولقي قد يسن صافي. السياق معتبر يعني في هذا الأمر وهذا قاله العلماء. ذي الآية النظام تجد سورة الأنبياء الآية 92 ذي الآية 52 من سورة المؤمنون السياق يقتضي باش يدين الأمر بالتقوى. أما كذا ربي يفرج في قاعد يفرج في ذي الصوت ولا ذنكني باش غدينا ربي سبحانه ثساروت باش يدي يفرج ربي ذي الخوف ربي أقوض ربي كي يفرج في الله. لا هي غير كل لا غدينا ربي الآية نظن ومن يتق الله كمل يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني العبد ما يقاض ربي
ربي يفرج في اللاس أسيل دي سيبورا أثي سفغ سيطيق غلوسا سي المحنة غلانا سي الشوالر أرثالويث غلانا وسيفك الرزق دوري ذمارا. أيضا كي تكلم ربي عن أهل القرى لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. الناس بزاف يقول لك ديسمبر فات وما كانش مطر وما كانش ربي على كل شيء قدير، ولكن حنا يفكي غد ربي له هو السنة عدام ديسمبر ولاش صافي المشكل دين غا كلكني مثل السثور نقاض ربي غادي يرزق هو الذي وعد. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ربي غادي يفتح ثيبورا. لذلك يتمثل الآية تجي المقصود الآية تجي يمشبها يزمر بد ما يغلط السنت إلى أن دين ربي سبحانه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى أيدين وأقيموا الصلاة الواو يعني الآية تجي مقاربا يمشبها يعني يزمر بد ما يغلط السنت. ثورة مسألة الفتح نعود إلى الحديث رقم 78 إن فأفتح عليه ونحن نصلي. ثورة ميل الإمام نغل المأمون الإمام يغلط أدي غلط الصورت الآيات روحاس يعني غد أندي زمان تروحي بنادم يثيق هذاكي وثيك ولاد يغنى فغسي الصورت هذيك شمي ثايض تفاق مثاقي هذيك فغسي الصورت هذيك الشم ذي ثايض هذه يروح كومبليتمون. هذيك مثلا قصة موسى قصة إبراهيم قصة عيسى أي قصة من القصص أي الحديث. قصة موسى برك وردت في القرآن في أكثر من 70 موضعا يعني أكثر من 70 موضع اللي وردت قصة موسى مع القوم صافي مي غلطة كم تستخدمه تفتح عليه يعني أثيد نبهض غاس تدي ظفيري تزولض أثيد نبهض باش الإنسان يكمل لها يعني. هكا جماعة الخير ثورة هذا غد ولا الماء ذي الحالة لنا في كل تنبهضي ولا في عجبها الحال بسيونا يغلظ من بعد الصور نثي نقولها تقريبا دي صورة والضحى ذينا من بعد اسمي تدعونا يكفى تظلي في ناس لو كان لقيت نبهم ذي البقرة ذي العمران ماشي ذاك ذي صورة انت مش طاح. أين الإشكال يعني ما زينو السن لا ما تغلظ البرق الروح مي ذاك السنن عادي معناتها مدن سوى ربي قمدن يزمر بنادم هذه غلط. يروى عن خالد بن الوليد كان يقرأ بقصار الصور ويخطئ. خالد بن الوليد صحابي جليل ومن كتاب الوحي ربما هذا مش معروف كثير ومن كتاب الوحي ولكن زمان هذه غلط ولا شكون غلط ذينا باش بنادم إلا أثين به يفتح لي ظن كوني ذا قبل والسلام عليكم ورحمة الله.